السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا التورتاية دي من الألف للياء. وأنا طبعا كنت منزله لكم طريقة الكيكة الإسفنجية بالمحسن في فيديو طبعا قبل الفيديو ده، فأنا هسرعه لكم كده بسرعة، واللي عايزة طبعا تفاصيله بالتفصيل ترجع للفيديو الأصلي نفسه. أنا معايا كده في العجان 3 بيضات يكونوا متوسطين ويكونوا ساقعين جدا، عليهم نص كوباية من السكر يكون حبيباته كده ناعمة، أو ممكن تضربيه شوية كده في الكبة، معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من أسانس جوز الهند، وممكن تستغني عنه مفيش مشكلة، معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كده إلا ربع، يعني دي معلقة متوسطة، يعني هي مش معلقة كبيرة، ولكن هتحطيها طبعا، ومع ربع كوباية من المية المتلجة برضو. طبعا احنا قلنا كل التركات وكل الملحوظات يعني في الفيديو الاصلي بتاع عمل الاسبونج كيك ده. في الاخر بننزل بيه كوباية من الدقيق يكون مليان كده ومكبوس زي ما اتفقنا. كل ده طبعا على اعلى سرعة مع بعضيه في العجان، وممكن تبتدي بضرب البيض والسكر مع بعض وبعدين تنزلي بالدقيق مفيش مشكلة زي الطريقة القديمة بتاعتنا. طبعا هنضرب كده، طبعا حطيت معلقتين ميه كمان لما لقيته يعني العجينه كده يابسه شويه، مفيش مشكله، طبعا كل نوع دقيق بيختلف. هتخش طبعا الفرن على درجه حراره 180 في وسط الفرن، وهيطلع معايا بالشكل ده، هشه جدا وخفيفه. طبعا انتي عايزه تفاصيل اكتر ممكن ترجعي للفيديو الاصلي، انا منزلاه قبل ده على طول. انا طبعا صورت على طول زي ما انا قلت لكم، وكانت الكيكايه سخنه، فأنا مش هسترسل كتير في الكلام عن الكيكاية. هنخش على طول في تفاصيل الكريمة، كوباية من الكريمة، معلقتين من السكر، وحوالي كده مع 4 معالق من الجناش اللي احنا عاملينه في القناة. لو عايزين طريقته أنا برضو ممكن أنزل لكم يعني فيديو بيه. ومعايا كوباية إلا ربع من المية المتلجة. تمام، ممكن تستخدمي طبعا لبن مثلج مفيش أدنى مشكلة، تضربيه كلهم على اعلى سرعة. السكر ده طبعا حسب رغبتك انتي، يعني تزودي او تقللي. طبعا انا كنت حاطه بس معلقتين لان الجناش بيبقى محلى. انا بيت طبعا الكيكايه ديت في الفريزر، ورجعت طلعتها قبل ما اشتغل فيها كده بحوالي يعني ساعة، وهنحشي بالطريقة المعتادة. لو عندك شوكولاتة كريسب او شيبس او يعني مكسرات ممكن تحطيها كده فوق الكريمة، ممكن برضو تضيفي صوص شوكولاتة، الكريمة اللي انت حباها، بس انا وريتك بس نموذج كده. انا بضغط عليها كده شوية علشان بس ما تبقاش يعني مهوية معايا، وتبقى عاملة فراغات. تمام. بحط كده عود خلة علشان بس ايه تثبت الكيكة. انا حطيت حوالي معلقتين كبار كده من الكريمة وربع كوباية من المية علشان بس اكمل واغلفها من بره. يعني تقريبا الكيكاية خدت بالظبط 8 كيلو من الكريمة ومعاهم كمان معلقتين كبار. تمام. انا بقى هغلف عادي خالص بالشكل ده. الطريقة دي سهلة جدا للمبتدئين، وخاصة اللي أول مرة تعمل تورتاية، الموضوع سهل جدا جدا. والكيكاية زي ما احنا عارفين احنا عملناها في القناة، والتزيين عملنا كتير طبعا تزيين، وغلفنا كتير وجلسنا كتير. فأنا حبيت بس أنا أعمل الفيديو دوت للمبتدئات اللي هي أول مرة تعمل التورتاية من الألف للياء. تمام، أنا بجلسها عادي خالص، وعلى قد ما تقدري، وخدي وقتك خالص في موضوع انك انتي تساوي كده الحروف بتاعتها على قد ما تقدري، لان كده كده احنا هنصب عليها جناش الشوكولاتة او مروار. تمام، واحد ملون لونته باللون الاصفر، والتاني شوكولاتة عادي، يعني اي مروار عندك متوفر. انا ده كان عندي جناش، خدت معلقتين كده وضفت ليه حوالي معلقتين او 3 لبن،
وسيبتهم طبعا على النار بدل ما اعمل من اول وجديد يعني. فطلع معايا خفيف شوية، فانا حطيت له معلقة صغيرة من الكاكاو وبفضيه بالمنظر ده. انا معايا نص كوباية من اللبن، ومعلقتين او معلقة واحدة بس من السكر، ومعلقة واحدة بس من النشا. تمام. و يعني معلقة صغيرة كده من الفانيليا، وفي الاخر بحطه على النار يتقل معايا كده، يديني قوام كده يعني خفيف كده شوية. وفي الاخر بحط اللون الاصفر او اللون اللي انت عايزاه. تمام. بسيبه طبعا يجمد شوية في الفريزر. وغالبا بسيب برضو التورتاية يعني تقعد تشد شوية كده في الفريزر برضو. بس انا هعمل بقى بالتكنيك ده اهو، يعني تكنيك سهل قوي قوي، وبصراحة بيريحني وبيعجبني يعني. بستسهل يعني لما باجي انا استسهل كده واعمل تورتاية، بروح جاية عاملة الشكل ده. حتى في اخر الفيديو انا هجيب لك برضو مشهد لتورتيتين انا كنت عاملاهم بنفس التكنيك ده، بس انا حبيت انا ايه اشاركه معاكم. الموضوع سهل جدا وبسيط. انا يعني مثلا بظهر معلقة، بظهر السكينة، او بنص السكينة نفسه، و او بال عارفين انتوا المضرب اليدوي. انا عملت بالمضرب اليدوي لانه طبعا ولا منه سميك ولا منه رفيع. تمام. وعملت الخطوط اللي حضراتكم كده شايفينها دي، وروزيتات كده من فوق وكريسب. وكمان عملت من تحت كده داير ما يدور. ممكن برضو تسيبيها زي ما هي كده، مفيش ادنى مشكلة. ده شكلها النهائي. يا رب يكون الشكل عاجبكم وسهل كمان وتقدروا تنفذوه في البيت. لو في اي استفسار ممكن تكتبولي في التعليقات وانا ارد عليكم بخصوص اي حاجة. انا رشيت كده من فوق دست نحاسي عشان بس يكسر الالوان دي. طبعا هي في الحقيقة شكلها اجمل كده بكتير بصراحة، يعني شكلها تحفة بصراحة. يمكن التصوير ظالمها شوية او الاضاءة نفسها ظلماها، بس هي التورتاية في الحقيقة شكلها بصراحة تحفة جدا. طعمها حلو قوي. ده النموذج اللي انا كنت عاملاه قبل كده، حبيت برضو اشاركه معاكم. ان شاء الله يعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.